عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تبقوا بخير. في البداية حابب اشكركم على دعمكم. العرض مستمر معانا فيلم المشطشط، بطولة شيكابالا. كابتن ابراهيم سعيد طلع علينا طبعا من كتر اليحيحة والشطشطة. قالك شيكابالا ده هيتنسي. هتعمل ايه انت بعد ما تخلص؟ بعد ما تعتزل كورة هتشتغل مدرب؟ مش هتنفع. تشتغل محلل؟ مش تنفع. تبقى في الجهاز؟ مش تنفع. تبقى في إدارة النادي؟ مش تنفع، عشان مش عارفين نشغلك ايه. فأنا قعدت أفكر وقررت إن احنا ممكن نشغله يرقص. ايه رأيك يا كابتن؟ يرقص. ميرينجي. ايه المرنجة دي؟ الرقصة ديت قريبة لشخصيتي جدا. فشخة اثنين، فشخة اثنين، 1 2 3. فيك تعملها أسرع شوي؟ واحد. ايه بس ما تفتح اجريك وعمول لقدام اجريك. انا مبسوط جدا بالرقصة، حاسس ان هي معمولة عشاني. 3 4 9. ايوه صح، افتكرت ان انت اللي بترقص يا كابتن، مش شيكا. فشخة اتنين، فشخة اتنين. قال لك فشخة اتنين. انا حاسس ان الرقصة دي معمولة علشاني. وطبعا لما شيكابالا طلع قال العوايد السوبر نتبرع بيها لاخواتنا، فكهربا طلع يقلده وقال لك احنا نعمل ماتش ودي وكل عوايده تروح اللي هو انا معرفتكش كده. بنعزي اخواتنا واهلنا في غزه، من شمالها لجنوبها، من خان يونس لرفح. وحاجه كمان يا ريت تتعمل، لو نقدر نعملها، ماتش السوبر اهلي والزمالك اللي جاي كل ايراداته تروح لاهلنا في غزه. فبعمل مبادره ان احنا ممكن نفكر ان احنا نعمل ماتش ودي بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره في بلدنا، ويكون كل الايرادات للجماهير اللي هتحضر الماتش كلها. حتى انا ممكن نعمل التذكره تبقى غاليه، كل جمهور النادي الاهلي والزمالك هيجوا يحضروا الماتش ده، وان احنا الايرادات دي كلها نوديها لاهلنا في فلسطين وغزه، لان بالظبط زي ما شفت كده، حب الحب، الشوق الشوق، برو بيف برو بيف. ف وسبحان الله بقى بيقول لك ايه. هو ما قدرش يسكت طبعا علشان هو قال انا مش بقول لابويا. يعني هو ما ذكرش اسم كهربا بس هو قال انا مش هروح لحد اقول له انت ابويا وانت اخويا. طب ما دي الحقيقه يا كهربا. انت قلت مرتضى ابويا، اللي مرتضى منصور انت ابويا واب الروحي، وامير مرتضى منصور انت اخويا اللي ما جابتوش امي. بعد كده رحت انت عملت حاجه ما حصلتش في التاريخ. انت كنت هتسجد للخطيب، عملت له كده ونزلت عند ركبته، استغفر الله العظيم. يعني عايز ايه اكتر من كده؟ بالك اشفك على حقيقتك من وانت في الزمالك. وفي فيديو شهير طلع قال كهربا ده التراس اهلاوي. انت قلت لا ده انا زملكاوي ابن زملكاوي. فالراجل يعني ما بيكدبش وبيقولك الكلام في وشك من وانت في الزمالك، وكنت بتقعد تتمحك فيه وتتمحلس فيه وتحضنه وتبوس فيه. فزي ما انتوا شفتوا، فحب ياخد اللقطة بقى. راح قال لك ده راجل كبير في السن، وإمام عاشور كان بيحترمه عشان كبير في السن. إمام عاشور مش إن رسالة، فقال له تعالى الزمالك. قال له لا أنا في حتة تانية. كابتن عمال تقول وخلاص يا كابتن. سبحان الله، كلمة حتة تانية دي اللي مع سيف زاهر، اللي سيف زاهر بيقولها دايما، ده الشناوي في حتة تانية، ده الأهلي في حتة تانية. فسبحان الله إمام عاشور قال له أنا في حتة تانية. يعني مالوش لا أنا بلعب في نادي كبير، لا أنا بلعب في النادي الأهلي. قال له لا أنا في حتة تانية بتاعت سيف زاهر. وقال لي الكهرباء يقولها مع سيف زاهر، متفقين على الترند. كهربا وسيف زاهر. شيكابالا طلع بعديها لما كانوا مستضيفين حمدي، قال المفروض بس المذيع يوقف الناس اللي بتغلط علشان نتقدم لقدام ونبعد عن التعصب. يعني الراجل حتى ما استعناش ان هو يذكر اسم كهربا ولا اسم المذيع. فنتمنى ان احنا ما نشوفش الحاجات دي تاني في ملاعبنا.